يا اهلا يا اهلا. النهارده يا اصحابي هنرجع نكمل مع بعض حكايه هاو بعد ما شفنا في الحلقه اللي فاتت يان بتساعد هاو انه يوصل لمقاتل متمرس بالصوت بتاعها، وبعدها بيوم المعلمه ساعدته يخترق تاني لمقاتل متمرس المرحله الاوليه، وفي الاخر مشيوا ورا ناس لقيوهم ووصلوا الكهف ولقيوا فيه كنز، ولما بيفتحوا الكنز بيلاقوا فيه تقنيه سريه، تقنيه التحول العنيف. فهو بيكون فرحان جدا وبيقول هي دي تقنيه سريه من المستوى السماوي، لكن يان بترد وبتقول له دي ملهاش اي عازه، هو انا ضيعت البيجينج على الفاضي؟ لكن هاو قال لها مستحيل، اللي ساب التقنيه دي كان سيد، ازاي بتقولي عليها ملهاش عازه؟ فردت وقالت له النوع ده من التقنيات مش الكل يقدر يتعلمه، لو نجح انه يتعلمها هتبقى اضافه كبيره ليه، لكنه لو فشل هينفجر ويموت. التقنيه دي بتستخدم ياو جينج وحش شيطاني لتكثيف حبه، وبتستخدم الجسد كوسيط علشان تسيطر على تقنيه التحول العنيف، بس الطاقه اللي في الياو جينج عنيفه ومش مستقره، فامتصاصها جوه الجسم خطير جدا، وغير كده بيستهلك وقت وطاقه كبيره جدا، ولو حاولت تكثف حبوب من درجه اعلى بتاخد وقت وطاقه اكتر. وبالرغم من ان حبه التحول العنيف مستوى ارضي من الدرجه العليا مليانه بالويوان، وممكن تستخدمها لتعزيز قوتك فتره طويله، بس عدد اللي يقدروا يكثفوا حبه من المستوى ده قليل قوي، ومع نسبه النجاح الضعيفه بتاعتها فانت كده بتغامر بحياتك وبتبذل جهد كبير جدا، وفي المقابل ما تاخدش حاجه تعوضك، فعلشان كده هي ملهاش اي عازه. لكن هاو اتصدم من الكلام اللي قالته وقال لها باين كده انك مثقف قوي، وبعدها لقي ورقه جوه الكنز، وفي الوقت ده فين لو قالت له مع ان الكلام اللي قالته يان مش غلط لكنه مش كامل، لان درجه حبوب التحول العنيف ممكن تكون اعلى من المستوى الارضي درجه عليا، وبيكون اسمها حبوب الكريستال الشيطاني مستوى سماوي، بس عددهم في العالم ده قليل فمحدش يعرفه. وحبه التحول العنيف ممكن تزود قوتك شويه، ولو استخدمنا بنية جسمك ودستور الادويه فتكثيف الحبه مش هيكون صعب ابدا. فبيفرح جدا وبيقول يعني التقنيه دي هتكون مفيده ليا. في الوقت ده يان بتلاحظ وبتقول له مالك فرحان قوي كده ليه؟ على كل حال انا عيلتي غنيه ومش محتاجه التقنيه دي فتقدر تاخدها عادي. لكن هاو قال لها هو اي حد يقدر يستخدم الياو جينج بسهوله؟ انا عايز اجرب التقنيه دي، وانت معاك الياو جينج بتاع القرد الشيطاني. فادته له وقالت له ده من المستوى الرابع، ما عنديش مشكله اديهولك طالما انت عايز تموت. فضحك وشكرها. بس في الوقت ده هي قالت لنفسها لو قدرت تكثف الحبه يبقى اللي انا شاكه فيه هيكون صح، وبعدها بيكون قاعد بيحاول يكثف الحبه، لكن فجاه بتطلع قوه كبيره جدا، فبتنفعل فين لاو بتقول له هو انت ليه بتشتت نفسك؟ انت كده ممكن تموت. طاقه الياو جينج عنيفه جدا ومش مستقره، لازم تركز علشان تمنعها من الرد فعل العكسي، وانجز شويه وامشي على طريقه التقنيه في تدوير واطلاق الويوان. بعدها افتح بنيه المقاتل الافتراضي وزود قوه الامتصاص، وساعد نفسك بشويه الاكاسير الروحيه اللي تقنيتها بدستور الادويه. بعدها امتص الطاقه من الياو جينج كلها فبدات تتشكل، وسالها ان كانت دي الحبه، بس فين لاو قالت له لسه مش كفايه كمل تكثيف، وبعدها قدر فعلا انه يكثف الحبه. فيان اتصدمت وقالت لنفسها اللي انا كنت شاكه فيه صح، ده كيميائي، انا دلوقتي عرفت هو ازاي كان قادر يتحمل ضربات الصوت فتره كبيره، ودلوقتي قدر يعمل حبه تحول عنيف من الدرجه شوان، باين كده ان مستواه في الكيمياء كبير، الواد ده وراه سر كبير. بس في الوقت ده طلع طاقه من الحبه وبنلاقي الحبه بتتكسر، فاتصدمت وقالت هو لسه بيطور درجه الحبه؟ مستحيل، هو ايه الموهبه اللي مع الواد ده؟ امال لو ما كانش مقاتل متمرس جديد ازاي عنده مؤهلات كيميائي قديس من المستوى السماوي؟ في الوقت ده بره الكهف بيكون اللي بيطاردوا يان عرفوا مكانها. بعدها بنرجع ليان وهي مصدومه من مهاره هاو، وبتقول لنفسها ده اكيد كيميائي من الدرجه السماويه، اكيد وراه سر مرعب علشان يكون بالمهاره دي. في الوقت ده اللي بيطاردوهم دخلوا الكهف، وواحد فيهم قال اكيد هم لقيوا الكنز وهربوا، فواحد رد وقال له ما تقلقش انا حاسس بهالة بشر هنا اكيد ما مشيوش. لكن الكبير قال لهم اخرسوا انا شامم ريحه دم قدامنا، وبعدها لقيوا الجثث قدامهم فاتصدموا، والكبير قال لهم يخلوا بالهم لان في وحش شيطاني قوي جدا، وطلب منهم يعملوا دوشه علشان يسحبوه لبره وما يقتلوهوش في الضلمه هنا. فيان لما سمعت الصوت عرفت انهم وصلوا، بس خافت على سوق لهاوي يتدمر لو هم قطعوه، وخافت وقالت لنفسها هعمل ايه دلوقتي، مستحيل افضل معاه واموت. بس ما قدرتش تسيبه فراحت تواجههم، وقالت له هتكون مدين ليا بحياتك لو طلعنا عايشين، وهتدفع ثمنها طول عمرك. بس فين لو لما بتشوفها بتقول البنت دي جريئه، باين ان تلميذي محظوظ، ولما بتوصل لهم بتلاقيهم 8 مع انهم ضعفاء لكن فرق العدد كبير، فبتقرر تستخدم قوه الوج ينج الصغير علشان تخلص عليهم واحد ورا التاني، وبتسحب واحد منهم علشان تخلص عليه من غير ما ياخدوا بالهم، بس لما بتسحب التاني بياخد باله وبيسحبها هو وبيخنقها، وبقول لها هو انت كنت فاكراني مش همسكك وانت بتتسللي؟ اصغر وج ينج بتعمل طاقه مستحيل ما احسش بيها، واكيد معاك كنوز انا هاخد كل حاجه هدفعك تمن اللي عملتيه. بس فجاه بيجي هاو ينقذها، فبيهجموا عليه علشان ما ياخدش الكنز ويمشوا، بس هاو قال لهم يخرسوا وهجم عليهم وكان بيقتلهم بكل سهوله، فالرئيس قال لهم يقتلوه بسرعه، وكانوا بيهجموا عليه من كل حته، لكنه استخدم الغضب السماوي وهجم عليهم بكل قوه، وبعدها هجم على الكبير بتاعهم باصبع النمر وقطع رقبته، لكنه من المجهود الكبير اغمى عليه، وفي الليل فاق ولقى يان جنبه عامله له اكل، لكنه راسه كانت وجعاه ومش عارف هو فين ولا اغمى عليه ازاي ولا الهدوم اللي هو لابسها جت منين. فقالت له ان هدومه كان فيها دم فغسلتها، وعملت له سمك مشوي، وكملت وقالت انت بقيت مقاتل سيد لمده قصيره بعد ما استخدمت حبه تحول عنيف من الدرجه عاليه، واغمى عليك لان جسمك ما استحملش القوه، بس هو كان مركز في الاكل. فاتضايقت وقالت له يهتم بكلامها شويه، وبعدها قالت له هو انت كيميائي؟
فاعترف لها ان هو كيميائي، وهي كانت فرحانه وقالت كنت عارفه ان تخميني صح، لان بنيتك الجسديه ما كانتش هتستحمل كل الطاقه اللي انت استوعبتها لو ما كنتش كيميائي، وكان زمانك ميت بسبب حبه التحول العنيف، لكن دستور الادويه هو اللي انقذك. ودلوقتي احنا بقينا قريبين من بعض بعد كل اللي حصل، فلازم نعرف عن بعض اكتر. هو انت مين بالظبط؟ انت كنت عايش في الجبال وبتجمع الاعشاب في طريقك؟ بس لا، مفيش اي اعشاب معاك، اكيد انت مخزنهم في خاتم فراغي. فرد قال لها انا اسمي فانج هاو، ابن عائله فانج من مدينه يولان، بس هويتي ككيميائي ما اقدرش اقول لك عليها حاليا، وانت دلوقتي قولي لي هل اسمك اللي قلتيه كان مزيف برضه؟ فقالت له انا اسمي يانج جينج، بس ما ينفعش اقول لك اكتر من كده، بس انا شابه محترمه وغنيه وليها نفوذ. فسالها عن اللي بتدور عليه في جبهه الوحوش الشيطانيه، فردت وقالت له جيت ادور على لوتس ملكيه حمراء عمرها 1000 سنه. فباللقيت اتصدم وقال لنفسه دي من ملوك الادويه، تعتبر دواء رفيع المستوى. وقال لها انت عارفه ان كيميائي وبحتاج للاعشاب، ممكن تديني 2 أو 3 من لوتس الملكيه الحمراء؟ لكنها قالت له 3 ايه، هي واحده تعتبر ملكه ملوك الادويه، ازاي بتتجرأ وتطلب مني العدد ده؟ فطلب منها تاني وهي قالت له ممكن اديك 3 بس لو وعدتني تنفذ طلبي. فقال لها انه هيعمل كل اللي هي عايزاه، لكنها طلبت منه يكون الكيميائي الحصري بتاع عيلتها. بس هو اتصدم، فقالت له ما تقلقش ده مجرد لقب، بس في المقابل هتاخد مواد قيمه ونادره كتير تستخدمها. فبيفكر لكنها بتضغط عليه، هو بتقول له لو مش موافق مفيش مشكله، ممكن اخد اللوتس الملكيه الحمراء لصيدلاني تاني واعمل صفقه معاه. فقبل بسرعه وهي فرحت جدا، فاتصدم وحس انه وقع في فخها. بعدها هي قالت له اللوتس الملكيه الحمراء المفروض تنضج قريب قوي، لازم نروح لها في الصبح علشان كده لازم ننام، لكنه قال لها تنام وهو هيروح يعمل حاجه. بعدها راح للمعلمه وبالليل بيقول لها معاك اي تقنيات بتزود القوه لفتره زمنيه صغيره زي تقنيه التحول العنيف؟ فردت وقالت له هو انت حبيت شعور القوه ولا ايه؟ فقال لها بصراحه بيكون شعور حلو قوي. فادت له تقنيه وقالت له دي اسرع من روح النمر، بتزود قوتك لفتره صغيره بس جسمك لسه ضعيف، بس لو لسه كان معاك اكاسير ممكن تقرب من درجه سيد مقاتل لفتره صغيره. والتقنيه اللي معاك ميزتها انها بتزود خفتك بشكل كبير، تستخدمها علشان تحمي نفسك بيها. فبيبص فيها بيقول دي تقنيه الرعد الدوار، رتبه مرتفعه من الدرجه شوان، متقسمه ل5 اجزاء. اول جزء بيضاعف القوه مره واحده، او بيقوي حبوب الدم الشيطاني بتاعي، ومع دستور الادويه كده مش هحتاج غير اتحكم في حالتي العقليه، او ممكن بعد ما اتعلم التقنيه دي اكون قادر اهزم يون يينج. فشكر فينلاو لكنها اختفت، فقال انه هيستنى لما ياخد اللوتس الحمراء ويطلب نصيحه فينلاو. وبعد 10 ايام بنشوفهم بيتحركوا، ويان بتقول الزهره قريبه بس الطريق اللي بيودي ليها مش موجود على الخريطه. فبيستغرب وبيقول لها امال هنلاقيها ازاي؟ المكان كبير وحاسه الشم بتاعتي مش حساسه للدرجه دي. فردت وقالت له احنا لازم نستنى هنا. وبعد شويه بنلاقيهم بيحسوا بهزه ارضيه، فيان قالت الزهره هتنضج لازم نسرع، هيكون في معركه واحده عليها لازم ناخدها احنا. فبيتحركوا بسرعه لكنه بيكون مستغرب وبيقول لها ناخدها من مين؟ هو في ناس تاني هنا؟ مش المفروض نخطط ازاي نتعامل معاهم؟ لكنها قالت له مفيش فايده من التخطيط، احنا مش هنقدر نتعامل مع الموضوع ده، حتى لو في 10 من مستوى سيد مقاتل مش هيقدروا يتعاملوا مع الوضع، لكن كل اللي هنا وحوش شيطانيه من مستوى مقاتل روحي، تنين الخط الارضي ونمر النيران الحمراء الشيطاني. فهو قال لها دلوقتي انا عرفت ليه مفيش خريطه، لان لو في خريطه مش هتكون مظبوطه والتضاريس هتتغير بسبب المعركه الشرسه اللي بين الوحشين. بعدها بتساله ان كان شامم ريحه اللوتس ولا لا، لكنه مش بيكون شاممها، وبيقول ان في ريحه اقوى من ريحه اللوتس، بس في الوقت ده القتال بيكون قريب قوي منهم. فهو شال يان وهرب بيها علشان يبعدوا عنهم، بس يان قالت له هنعمل ايه دلوقتي؟ دول بقالهم نص ساعه ماسكين في بعض واللوتس ممكن تتدمر بسببهم. فقال لها المنطقه دي بركانيه وريحه الكبريت قويه مغطيه على ريحه اللوتس، بس في الوقت ده بيستوعب ان اللوتس الحمراء بتحتاج لمنطقه حرارتها شديده علشان تنمو فيها، والمكان ده فيه براكين. فبقول لها هي اكيد موجوده جوه بركان وانا مش شاممها علشان ريحه الكبريت اقوى منها بكتير. بس يان سالته ازاي هيعدوا من الوحشين علشان يوصلوا لها، فقال لها مش هنقدر نروح على طول لانهم لو لمسونا هيخلصوا علينا، لازم نلف حوالين الغابه. فقالت له انهم لازم يسرعوا علشان ريحه اللوتس هتجيب وحوش كتير، وبداوا يتحركوا بسرعه كبيره وكان في وحوش كتير فعلا، وطول الطريق كانوا بيواجهوا وحوش كتير. فقال لها انهم لازم يسرعوا علشان الوحوش بتزيد. ولما وصلوا للبركان قالت له يلاقي الزهره بسرعه لانهم لازم يمشوا قبل ما وحوش تاني تيجي. وبعدها لاحظوا صخره موجوده في نص البركان ولقوا عليها زهره اللوتس الملكيه الحمراء، لكن يام ما كانتش عارفه ازاي هينزلوا لهناك والحراره عاليه لانهم ممكن يموتوا محروقين. بس هو قال لها ما تقلقش لانه هيعرف يروح يجيبها. فبيفتح دستور الادويه وبيستخدم الاعشاب اللي متخزنه في خاتم التخزين، وبيفتح بنيه المقاتل الفراغيه. بس يام بتقول له هو انت هتستخدم دستور الادويه علشان تعالج نفسك من الحروق؟ فقال لها اكيد دي ملكه الادويه عمرها 1000 سنه، حاجه زي كده مستحيل تتكرر ومستحيل اسيبها تضيع مني. فبيستخدم الرعد الدوار علشان يتحرك بسرعه، بس يام بتتصدم وبتقول لنفسها دي مهاره برق قتاليه، هو الواد ده لسه مخبي قوه. وبعدها بنلاقيه بيتألم وبيقول مع ان الحروق بتوجع لكن الالم بتاع الرعد الدوار اكبر بكتير، انا لازم اسرع مش هقدر استحمل. وبيتحرك فعلا بسرعه لدرجه ان يام بتتصدم من سرعته. وبعدها بيوصل للزهره، بس في لو بتقول له اجمع قوه دستور الادويه في ايدك ولف بيها اللوتس الحمراء، لازم تحطها في خاتم التخزين اول ما تاخدها والا هتدبل. فهو قال
وقال لها انه هيعمل كده وخد الزهره، بس فجاه لقى البركان هينفجر حواليه. فبنلاقيه بيقول بعد ما خدت الزهره الطاقه بقت غير مستقره والبركان ما بقاش مستقر، انا لازم اخزن الزهره واهرب بسرعه. فبيخزنها وبيجري، ويم بتقول له اطلع بسرعه، الوحشين لاحظوا اللي بيحصل وجايين لهنا. فبيتحرك باقصى سرعه بس جسمه بيكون مليان حروق، فبيدمج كل المهارات تحت اسم نمر الرعد متحدي السماء. فبيحس ان جسمه بيتعرض لرد فعل عكسي، وفي نفس الوقت بيكون البركان لسه بيثور والرعد الدوار بيكون استهلك كل طاقته. هو بيحس ان نهايته هتكون هنا، لكن يم مسكته بالصوت وقالت انها مش هتسيبه يموت قبل ما تاخد الزهره مصلحجيه، وبتقدر انها تطلعه قبل ما البركان ينفجر. فلا انها لو اتاخرت لحظه كان زمانه ساح. بس في الوقت ده نمر النيران الحمراء الشيطاني وصل لهم، وكان هو اللي فاز في القتال. فيان سالته هيعملوا ايه وهم مش هيقدروا يهربوا. فبنلاقيه استخدم حبه الدم الشيطاني والجزء الاول من الرعد الدواء وعمل اطلاق كامل، لكن يان خافت عليه وقالت له يوقف اللي بيعمله قبل ما يموت. وفين لو كمان قالت له انت ما بقتش معاك اكاسير تعالج بيها نفسك، لو كملت في اللي بتعمله ممكن ما تقدرش تتعالج من الاصابات. لكنه قال لهم مش عايز اسمع صوت، انا مش هستنى موتي، احسن لي اخاطر بحياتي على اني اموت. وفي الوقت ده بتتجمع باقي الوحوش الشيطانيه في المكان. فبقول حلو قوي كده، التقنيه اللي استخدمتها مش هتضيع على الفاضي. وبعدها بنلاقيه شاليان وبيهرب بيها والوحوش كلهم راحوا وراه، لكنه قال مفيش حاجه هتقدر توقفني. بس في الوقت ده نمر النيران الحمراء الشيطاني قرب منه قوي. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده من حكايه هاو. وهاو ينبقوا في مشكله كبيره، يا ترى هيقدروا يطلعوا منها ولا لا، ولا نهايتهم هتكون في المكان اللي هم فيه دلوقتي. خلونا بقى نستنى الحلقه اللي جايه ونشوف ايه اللي هيحصل. ما تنساش بقى لو كنت جديد تشترك وتعمل لايك كده علشان توصلك باقي الحكايه. باي من غير سلام.